كان تاجر ومر له على رجل، هالرجل عنده بعير منوخه وشاري من راعي محل اغراض مواد غذائيه، ويوم ربط البعير جاء راعي المحل يبي 50 ريال قيمه الاغراض، قال بجيبها لك على دور الحول لين ابيع الغنم اللي عندي. قال يوم ربطتها جيت تقول لي هالكلام هذا، والله ما اتحمل ولا تثور هالبعير لين تعطيني الفلوس. قال يا ابن الحلال عيالي في البر وظروفي صعبه. قال ما انت متحرك لين تعطيني. مر محمد الحميداني فضل الله، وش عندكم؟ قال الرجال هذا حمل اغراض وربطها ولا عنده فلوس. مو صحيح الكلام، يمكن لو قال لي اول اتساهل معه، بس يحطني قدام الامر الواقع. قال كم حقه؟ قال 50. قال هذه 50. راعي المحل رجع هذا العنزي قال والله ما يثور بعيري لين تعلمني من انت. قال يا رجال انا من اهل الله. قال والله انت علمني من انت، كسبتني بمعروف. قال فلان الفلان الحميداني. قال قل امين. قال الله يوسعها عليك ويبيض وجهك ويفرج لك. الله اكبر. هذا راح وهذا راح، مرت سنين انكسر محمد الحميداني في حفر الباطن، وذاكر له امير الجوف الله يجزاه خير، خوي له راح له في الجوف، استاجر له بيت وسكن عنده. قال لعل الله يرزقني بغير المكان. راح عند امير الجوف ولقى عنده ضيوف ولهم قالطين على ذبيحه، وهذا ضاري محمد الحميداني ضاري على عزم الرجاجير وعلى كرمهم. سلام. قال عشاكم ولا غداكم سديري احنا بنعشي ضيوفك. قال ترى هذا محمد الحميداني تاجر من تجار حفر الباطن، جو سكن عندنا في الجوف، خابره انه تاجر ما يدري انه منكسر. قال والله يقوي بعد بكره. قم يا نايم. رجع بيرجع لأهله ولا بيشته يسحب الشجر اللي في البر كله من الهم والغم، ما معه قيمة. وصل البيت للمرأة في ظلال البيت زوجته. شوف المرأة شلون تنفع الرجال. وش فيك يا محمد؟ الوجه اللي رحت فيه مو بالوجه اللي جيت فيه. قال والله هاللي صار وهاللي صار. قالت الكريم معاه وبيرزقك ربي ولا تخاف، والله ما يضيعك ربي. بنت الحلال قال الشارف 10 دقائق نص ساعة هم يتقهوون ولا هاك الونيت جاي وفيه مدي ماء جنبهم، راح يعبي اللديتر من الماء راعي الجمس هذا. قالت راح اساله انسان جلاب غنم يسلفنا خروفين نذبح على ضيوفنا بكره. راح مو مصدق. السلام عليكم. السلام. الغنم هذه وش فيها؟ جلاب غنم، انا راعي البيت هذا بشتري منك خروفين. قال والله يا اخوي هذه مهيب لنا، هذه امانه حاطها عندنا واحد ابوي متسلف له من رجال 50 ريال منميها في حفر الباطن، وتوفي ابوي وكاتب في الوصيه دوروا محمد الحميداني وعطوه اياه، والحين احنا 14 طلي ادور محمد الحميداني في الجوفه بيعطيه اياه. والله يا اخوك كانت تدل علمني عليه. قال ابوك من هو؟ قال فلان العنزي. قال راعي الدكان اللي قال ما انت من انت؟ قال انا محمد الحميداني. قال وين بيتك؟ قال هذا. قال افتح الباب وينزل 14 خروف. يا سلام. يقول واخذ منها 5 وبيعها في السوق